احيانا بنسمع انظمه قياس بتبقى متر، سنتيمتر، ديسيمتر. ديسيمتر بيكون 10 سنتي. واحيانا بنسمع وحدات قياس تانية بتبقى ميل. ايه الفرق بين النوعين دول؟ دي نوعين من الميجرنج سيستم. الميجرنج سيستم هي انظمه القياس. في نوعين من الميجرنج سيستم، في الانترناشونال او انترناشونال سيستم اللي هو وحداته المتر، الكيلومتر، الديسيمتر اللي هو ال 10 سنتي، السنتيمتر بيكون السنتي. دي وحدات الايه النظام اللي هو الانترناشونال او الانترناشونال، يعني بيتنطق كده حسب بريتش وامريكان حسب النطق بتاع الكلمه يعني. واحيانا بيتقال عليه برضو احيانا في بعض الاحيان الفرنش سيستم، لان هو اوريجينالي فرنش سيستم اوريجينالي، بس هو دلوقتي بيتقال عليه اكتر وادلي يوز بيبقى انترناشونال سيستم او نظام دولي للقياس. في نوع تاني من النظام اسمه الانجلو امريكان سيستم، اللي هو بتبقى وحداته الانش اللي هي البوصة، وبتكون 2 سنتي ونص. والفوت بتكون 30 سنتي، الفوت اللي هي القدم بتكون 30 سنتي. وفي اليارد اللي هي الياردة، وبتكون حوالي 90 سنتي، هي 90 سنتي و4 من عشرة، يعني حوالي 90 سنتي. ومن وحداته برضو الميل. الميل بيكون تقريبا حوالي 1600 متر، وبالظبط بيكون 1609 متر. دي وحدات النظام الانترناشونال والنظام الانجلو امريكان. دي بالنسبه للاطوال. حتى في الاوزان بيختلف، ده بيستخدم انظمه وزن غير ده بيستخدم الجرام، الكيلوجرام. ده بيستخدم انظمه قياس تانية، الباوند والانظمه تانية من القياس. ده فرق بين النظامين، الانترناشونال او الانترناشونال سيستم اللي هو المتر